لو انت طلبتها من ربنا بطاعته، والله العظيم لو انت طلبتها من ربنا بحقها وخدت بالاسباب ونزلت واشتغلت والدنيا مقفله قدام الشباب كلهم، والله العظيم لو انت صادق ونفسك انك تتجوزها بجد وطلبتها صح ونزلت واشتغلت واتقيت ربنا وما عصيتش ربنا معاها وما عرضتش مشاعرك ومشاعرها لان هم يتحطموا، لان 99% في علاقات ما بتكملش. لو انت صادق ربنا هيجوزها لك، الا لو انتوا فعلا مش الخير لبعض وربنا عاين لكل واحد منكم الاحسن من التاني. حبيب قلبي الموضوع مش مجرد مشاعر حبيبي. تخيل شاب كده انا عايز اسافر امريكا، انا هموت على امريكا، انا لو ما سافرتش امريكا اضيع. طب حبيب قلبي انت خدت اللوتري؟ لا ما فزتش في اللوتري. معاك جرين كارد؟ لا طبعا معاك جنسيه من باب اولى. طيب انت معاك فيزا؟ لا ما ادوهاليش في السفاره. طب انت حاجز في طياره او سفينه؟ لا المركب الصغننه ده ايه؟ المركب الصغننه اللي بصطاد بيها في الترعه اللي جنب بيتنا ده ايه؟ هتعمل بيها ايه؟ هعدي بقى المحيط الهادي، هعدي بقى من افريقيا لحد امريكا. ازاي يا ابني المركب دي طب في مجدفين؟ لا مفيش مجدفين. امال انا هجدف بايدي، انا هصارع الدنيا. حبيب قلبي بس بالراحه، انت هتتحطم. انت مركبها في مركب لا فيها مجاديف ولا انت عارف انت رايح فين ولا معاك اسبابها. انت بكره هتبقى اكبر شنخ في قلبها مدى الحياه. هتبص لك في يوم من الايام وهي مع راجل تاني اتدخل بيتها من بابه واتجوزها، هتبص لك وقلبها بيتشرخ. هتبقى قاعده مع زوجها وبتفكر فيك انت وخلاص، قصه وانتهت. الا لو قلبت بقى والعياذ بالله يعني خيانه، وده لا انت ولا هي، انت اغلى من كده وهي اغلى من كده. خد بالك انت في يوم من الايام هتشوفها وهي مع راجل تاني دخل البيت من بابه وقلبك هيتشرخ. حبيب قلبي ما تحطمش مشاعرك، اطلبها صح، اطلبها من ربنا، خد بالاسباب اللي ربنا يعينك عليها، ولو صادق ربنا هيعينك، ولو اتقيت ربنا فيها ربنا يعينك. اطلبها صح. انما كده احنا بنحطم قلبنا وخلاص. طب افرض ما انتش عايزها، افرض انت بتتسلى، افرض انا حبيت وانت اتسليت، افرض ده الواقع اللي موجود. خد بالك سلف ودين، بس مش هيترد من فلوسك، هيترد من عرضك. مراتك اللي انت هتتجوزها بعد 5 سنين 7 سنين 8 سنين قاعده دلوقتي في هوت كول مع شاب بيقول لها نفس الكلام، لامس ايدها وماسك ايدها نفس المسكه، حاطط عينه في عينيها بنفس الطريقه، بيقول لها نفس الكلام الجميل. دي مراتك، وممكن اكتر من كده كمان لو انت مديت ايدك اكتر من كده يعني. ولو زدت لزاد الصقه. ده سلف ودين بيترد من العرض. ربنا اسمه الديان، كما تدين الدودان، واللي انت بتعمله في عرض الناس هيترد من عرضك. خد بالك. فلو انت عايز ما تتاذيش في عرضك، ما تاذيش البنت دي في قلبها ومشاعرها، ولا تاذي اهلها في عرضهم. يا شباب يا غالي يا غاليه، انا نفسي ان انتوا تعيشوا سعداء، انا مش ضدكم. اكتر حد نفسه ان انتوا تبقوا سعداء هو اللي بينصحكم بجد تبقوا سعداء ازاي. ولكن اطلبوا السعاده صح، ولكن اللي انتوا عايزينه من ربنا في الحلال اوعوا تاخدوه في الحرام، لان بسبب انكم خدتوه في الحرام ربنا ممكن يعاقبكم ويحرمكم منه في الحلال. خدوا بالكم ان لو العلاقه دي حرام ربنا مش هيبارك فيها. ربنا كريم وربنا طيب وربنا جميل. ربنا مش ضد مشاعركم ولا ضد فرحتكم ولا ضد سعادتكم، ولكن ائتوا البيوت من ابوابها. يا رب يا رب لو انتوا الخير لبعض تبقوا من نصيب بعض. يا رب يا رب لو انتوا الخير لبعض ربنا يذلل لكم كل العقبات ويهون عليكم كل المصاعب ويلين قلب اهلك واهلها وتبقوا من نصيب بعض. يا رب يا رب لو اتقيتوا ربنا في بعض، يا رب لو انتوا فعلا اتقيتوا ربنا في العلاقه مع بعض، ما عصيتوش ربنا ييسر لكم كل امر ويذلل لكم كل عقبه بكرمه ومنه يا رب العرش الكريم.